يا صباح الخير يا مساء الخير، شلونكم حبايبي وفراشاتي؟ ان شاء الله تكونون بخير، واللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اليوم طبعا حسوي وياكم طريقة عمل الكيمتشي الكوري اللي طبعا أغلب يعرفونه، لكن الأغلب ما يعرفون شلون يسوون طريقته. طبعا هذا الكيمتشي فشي كلش طيب خصوصا بالشتاء، وللي يحب الأكل سبايسي أو الحار، وتقدرون أيضا تسوونه بارد يعني مو حار. تمام. فاليوم راح نسوي بطريقة كلش سهلة وبسيطة بالمقادير المضبوطة تماما. أول شي راح نستخدم هاي اللهانة وراح نستخدم الخس. طبعا الكيمتشي يسوى بلهانة كورية، لكن احنا متوفرة عندنا اللهانة الكورية، واللي متوفر عنده طبعا تقدرون توصون عليها، لكن إذا ما قدرتوا تستغنون عنها طبعا تستبدلوها بالخس أو اللهانة العادية. تمام. راح نحتاج أيضا إلى فجل مقطعين قطع أطوال طبعا مسوينه، وكراث. تمام. ونحتاج أيضا إلى ورق البصل الأخضر وجزر، ونحتاج إلى الملح طبعا، ونحتاج أيضا إلى هذا البصل. طبعا هذا بصل مقطعينه راح نسوي من عنده الصوص، وهاي بابريكا مع فلفل أحمر حار، تقدرون تستخدمون على الفلفل الأحمر، وياها شوية ثوم، يعني حوالي 5 إلى 6 حبات من الثوم، وربع ملعقة من الزنجبيل، وصوص صويا، وملعقة من دقيق الأرز أو طحين التمن. أوكي. أول شي طبعا ايش راح نسوي؟ راح نقطع الخس بهاي الطريقة إلى قسمين، واللهانة طبعا نسويها إلى 4 أقسام. وضروري طبعا اللهانة إنه انتو تفلون أوراقها واحدة عن الثانية، تبعدوها يعني تفلوها. أوكي. على مود طبعا اللهانة تكون أوراقها قوية، فما لازم تبقى على شكلها، لازم إنه احنا نفلها أو إنه احنا نفتتها، أو مثل طبعا ما راح تشوفون هسه أنا شلون راح أسويها. تمام. طبعا هاي النص قطعته إلى 3 أو 4 أقسام. بعدين طبعا راح أوخر هذا الجزء القوي القاسي. تمام. وراح أبقي بس الأوراق الخفيفة. أوكي. فهسه مثل ما تشوفون هاي الطريقة إنه أني أبعد الأوراق واحدة عن الثانية. أوكي. بهاي الطريقة على مود طبعا من أخلي الملح عليها، الملح يدخل بداخل الورق. طبعا مثل ما قلت لكم الأوراق القوية ما راح استخدمها، فقط الأوراق تكون رقيقة. أوكي. يعني قلب اللهانة ما راح استخدمه. هسه طبعا راح أخلي عليها ملح وأتركها تتنقع أو تذبل بالملح شي تقريبا حوالي ساعة، حسب ما انتو تشوفوا. ايش وقت ما يذبل عندكم الخس واللهانة تغسلوها وتبدون تستخدموها. اوكي. طبعا هنا انا مثل ما شفتوا انا خليت ويا الملح شوية مي، لان احنا عندنا لهانة واللهانة قوية، فمن نخلي عليها مي شوية، طبعا مي حار خليت على مود تسرع عندي طريقة انه هي تذبل. اوكي. بعدها طبعا غسلت اللهانة والخس من الملح كل الزين. وهسه راح نسوي الصوص اللي هو بصل، مثل ما قلت لكم بصل راس واحد بصل أو حبة واحدة بصل، ثوم حوالي 6 فصوص من الثوم. أوكي. وطبعا البابريكا. أوكي. البابريكا والفلفل الأحمر. طبعا الفلفل الأحمر أو الفليفلة تريدوها باردة أو حارة حسب ما انتو تحبون. طبعا أنا اليوم راح أسويها حارة. أوكي. هنا طبعا ايش راح أخلي؟ راح أخلي ملعقة من دقيق الطحين أو دقيق الرز. تمام. دقيق الرز أو مطحون التمن، وخليت عليها حوالي ربع ملعقة من السكر، وخليت كمية المي راح أتركها على النار إلى أن يثقل قوامها، يصير قوامها ثقيل. تمام. بعدها بعد ما يثقل قوامها أطفي النار عليها. أوكي. شوفوا طبعا هسه بعد ما ثقل قوامها يصير بهذا الشكل، ما أريده يثقل جدا، يكون بهذا المستوى فقط. أوكي. على مود طبعا أقدر إنه أني أخليه على الخس أو اللهانة. هسه طبعا راح أفرغ الكمية اللي سويتها بهذا الصحن مثل ما تشوفون، وبعدها طبعا راح أضيف عليها صوص الصويا. طبعا الكوريين يستخدمون صوص الصويا السمك. تمام. صوص السمك، فأني ما أحب إنه أنا أستخدم صوص السمك، والعراقيين إحنا العرب ما نرغب بهذا الشي، فشنو استبدلته بالصويا صوص. أوكي. خليت باقي المكونات اللي هي البابريكا والفلفل الأحمر خلطتهم بهذا الشكل طبعا،
وراح أبدي طبعا إنه أني أستخدمهم. طبعا ريحتهم كلش طيبة لأن البصل والثوم والزنجبيل والبابريكا طبعا الفلفل الأحمر خلى الطعم والشكل والحلو يعني يصير تمام، لونه كلش حلو صار. بعدها طبعا راح أفرغ الخضار اللي هي الفجل، الجزر، الكراث، أوراق البصل الأخضر. أوكي، طبعا هسه متوفر البصل الأخضر بكل مكان لأن هو أصلا موسمه، فتقدرون يعني تسوون كيميتشي. بعدها خلطتهم كلهم بهاي الطريقة، وراح أبدي إنه أني أوزع الخلطة على كل ورقة. تمام، لازم على كل ورقة تاخذ من الخلطة بصورة صحيحة. أوكي، وبعدها طبعا أكمل باقي الكمية كلها مثل ما تشوفون أسويها بهاي الطريقة مثل ما يسووها الكوريين تماما. طبعا اللي يتابع الكوريين يعرف إنه أني شنو دا أحكي. فالكيميتشي من المقبلات الحارة الكلش طيبة فاتحة للشهية، تقدرون طبعا تسوونه بكل بساطة مثل ما شفتوا، ما يحتاج مواد هواية ولا صعب مثل ما الأغلبية مفكرين. وأنا واحدة من الناس كنت مفكرة إنه الكيميتشي فد موضوع صعب، لكن بعد ما شفته يعني عرفت إنه هو مو صعب ونقدر نسويه بكل سهولة. بعدها طبعا راح أسوي اللهانة أيضا بنفس الطريقة، كل المادة أوزعها على كل الأوراق، على كل ورقة من اللهانة. تمام، وأحفظه بصفرطاس أو فد شي يكون مغلق تماما ما يدخل الهواء، وتقدرون تستخدمون بأي وقت انتو تحبون. طبعا تقدرون تحتفظون بيه لفترة طويلة ما راح يتلف عندكم وتستخدمونه بأي وقت. طبعا أنا حفظته بالبراد، تقدرون تخلونه برا لأن الجو بارد، لكن بالصيف تخلونه أو إذا كان درجة الحرارة مرتفعة تخلونه بالبراد. أوكي، طبعا هسه راح أتذوق واحدة من عندهم وأقول لكم رأيي. طعمه كلش طيب لكن كلش حار فإذا ما تحبون سبايسي لا تحطون فلفل أحمر. أوكي، استخدموا البابريكا فقط. وبس حبايبي، هذا كان كل شي اليوم. لا تنسون لايك الفيديو واشتراك بالقناة، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.